تروح له بس قل له أنا خطار أبوك على الهادي وجايك بحاجة، شوفه بالله يقضيها لو لا. 7 دجيل مجرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم وين جايبكم سيد محمد 7 دجيل. 7 دجيل وما أدراك ما 7 دجيل. راح أقول لكم بس المعجزات اليوم. اللي يريد يعرف معلومات عن سيد محمد وشلون اجوا ومنو أبنائه ومنو هو، يفوت على قناة الشاعرة الحسينية مها عمارة باليوتيوب، راح يلقى هناك ذاكرة كل تفاصيل عن سيد محمد. أما اليوم شنو راح أذكر لكم معجزاته، منها قصة المعرض وقصة السلابة. نجي وهاي طبعا قصة نتوارثها احنا من أب الجد. اليوم أمي سولفت لي اياها فذكرتني بيها. جد من أجدادنا اللي هو كانوا أهل الجنوب يجون يزورون من الإمام علي لحد ما يوصلون السامرة. كان سيد محمد قلة قليلة تجي تزور الناس. فالمهم يقول من وصلنا هنا، سلام الله على سيد محمد، من وصلنا هنا تلاقوا ويانا السلابة. يقول احنا ما نشيل غير بس الصهوة اللي هي الخيمة والفلوس وشوية متاع. يقول نباوع من هذا المكان وهاي الغرفة واحد يأشرنا. يقول احنا من خوفنا وحرصنا على نفسنا اجينا وين ختلنا يمه. يقول من باوعنا شو هذا بس قبر. يقول ظلينا خاتلين ورا القبر نباوع على السلابة، يوصلون ويرجعون يوصلون كأنه ما واحد يقاتلهم. يقول النوم خلوا وراحوا. ويقول قلت جماعتي خلينا نبني الصهاوة هنا ونقعد يم هذا القبر، أكيد هذا بخيت. كانوا ما يعرفونه. يقول المهم نصبح الصبح احنا الإمام الهادي نزوره. يقول سألنا الناس هناك قالوا اكو واحد ما يعرف سيد محمد 7 دجيل ابن الإمام الهادي، هذا اللي كنتوا يمه وحماكم. يقول يعني ظلينا احنا عاد هو جد قام ينقل هاي السالفة من واحد لواحد. المهم هاي من معجزات سيد محمد حامي الدخيل يسمونه. أما المعرض وحدة من أهالي البصرة كان ما يصير عندها طفل. فهاي المرج قالت أني كان المعرض غالي، إذا يصير عندي طفل أجيب المعرض مال بيتي أخليه هنا على مود يخلون بيه القرائين. المهم من صار عندها الطفل فهي تعاجزت مستحسفت المعرض، تعاجزت الحمل مال المعرض. فش قالت أنا راح أخذ فلوس وأروح هناك لبغداد أشتري المعرض وأدز إليه للمقام مال سيد محمد. المهم هي أثناء ما جايبة المعرض جديد المشتريته تفاجأت لقيت المعرض مال بيتها قبالها. فنقلت سألتهم قالت لهم يابا هالمعرض ميلكم؟ قالوا لها والله هاي وهاي سالفة المعرض. شفنا كأنما ملائكة تنقله لهذا المعرض وخلته هنا. فهاي قصة المعرض اللي البعض يقولون مو هو هذا نفسه. أنا والله من كنت صغيرة بزمن صدام نشوفهن ذن نفسهن، أما يقولون لا ضامينه جوا بالمخزن ما أدري شلون. المهم سواء هو مو هو، المهم هاي قصة المعرض اللي صارت ويا المري. وسلام الله على سيد محمد 7 دجيل، وإن شاء الله تجون وتجربون معجزاته وجاهها يا رب العالمين، هي اللي تخلي المعجزات تصير بضريحة. طبعا سيد محمد من أجل اللي يريد اللي جاي هو كان هدفه يرجع أبوه للمدينة، لكن ما صارت بعد والقتل هنا. على العموم ودعوا سيد محمد بالصلاة على محمد وآل محمد. وهسه احنا وين راح نروح؟ من سيد محمد إلى الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري والسيدة نرجس والسيدة حكيمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.